يسعد الله أوقاتكم متابعيني بالخير والعافية، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وبأحسن حال. قبل ما نبلش في الفيديو مالتنا عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم سويت لحم بعجين بأقل من ربع كيلو من اللحم، صار 12 قرصة أو 12 قطعة من اللحم بعجين. عندي هنا الطحين 4 أكواب من الطحين، ضفت لهن الملح وراح أضيف ظرف من البيكنج باودر. البيكنج باودر يخلي العجينة تكون هشة، ما يخليها تكون مكتومة. وبعد ما ضفت البيكنج باودر أخلط المواد وأضيف المي هنا عندي دافي، وراح أضيف المي بالتدريج. هنا ضفت بالبداية نص كوب من المي، وضفت خاشوقتين من الزيت، وألملم العجينة. ورا ما تلتم العجينة أعجنها بدية. المي ما أضيفه دفعة واحدة، أضيفه بالتدريج. أكو طحين يحتاج سوائل وأكو طحين ما يحتاج سوائل. بالبداية ضفت كوب كامل من المي، بس ضفته مثل ما شفتوا بالتدريج. وبعدين جبت هذا الكوب الثاني مال مي، ضفت بالبداية ربع كوب، وشفتها بعدها ناشفة ضفت الربع الباقي، يعني قد يصير كوب ونص من المي ضفت. وبعد ما لملمت العجينة راح أعجنها بدية. وبعد ما عجنتها ولملمها وأضيف على وجهها خاشوقة من الزيت. الزيت راح ينعم العجينة وما يخليها تنشف. وأغطيها وأتركها لمدة 10 دقايق. وهسه نبلش نسوي الحشوة مال اللحم بعجين. هاي الخضروات اللي راح أخليها بالحشوة مال اللحم بعجين: 3 حبات من الطماطة، و3 رؤوس بصل وسط، وفلفل دارة وحدة، وفص من الثوم، ونص باقة من الكرفس. بالبداية راح أثرم البصل وياه الفلفل دارة والكرفس، وورا ما أثرمهن ثرم ناعم. وبعدين أصف الخضروات من المي مالتهن. المي مالتهن يخرب العجينة، فضروري نصفيهن، أما مصفي أما نعصرهن بدينا. وهنا بعد ما خلطتهن شوفوا الكمية المية اللي راح تطلع من الخضروات. وهسه نبلش نثرم الطماطة ما راح أصفي ميها. وبعد ما ثرمت الطماطة ضفتها فوق الخضروات. وهذا اللحم بعد ما ثرمته وضفت له شوية من الشحم حتى يكون طعم اللحم بعجين طيب ودسم. وضفت خاشوقتين من المعجون. وهسه راح أضيف التوابل كالآتي: بابركة، وفلفل أسود، وكمون، وكاري، وسبع أبهار، وملح. هاي التوابل أضفتها. وراح أضيف فص من الثوم وسط أبرشه بارش. وأضيف خاشوقتين من دبس الرمان. وأعجن العجينة بدية حتى نمرد اللحم ويتماسك ويا الخضروات. وأضيف تقريبا خاشوقتين من الزيت. وبعد ما كملنا الحشوة مال اللحم بعجين، هسه نروح على العجينة. وهاي العجينة بعد ما ارتاحت وشنق العجينة شنق صغار، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، تكون وسط. وبعد ما شنقت العجين خليه يرتاح، وبعدين أفردهن بشيبك. ورا ما أفرد العجينة مباشرة أخليها بالقالب. خليت شوية زيت وخليت العجينة، وراح أخلي الحشوة
أني بهالأثناء علقت الفرن شمعتين الفوق والجوا وأخلي الحشوة تكون مستوى واحد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم وحتى حافظ على طراوة لحم بعجين هي وحارة أخليهن وحدة فوق اللخ أصفطهن وأغطيهن بالخاولي مال المطبخ حتى يكونن طريات. راح أرش شوية على وجه اللحم بعجين من دبس الرمان وشوفوا شكلهن شلون يشهي. وخل أشوفكم القطعة مال اللحم بعجين شلون ترفة وطرية ما تكون ناشفة. وهذا كان اليوم فطورنا وشي أكيد وياها الحبشكلات الزلايط والشوربة. عندنا طبق أساسي بسفرة رمضان. وهذا كان فطورنا لليوم. يا رب يديم النعمة علينا وعليكم وعلى أمة محمد. وشوف العجينة شلون ترفة مو عجينة يابسة. واللي هنا حبايب قلب وصلنا نهاية الفيديو. انتظروني باكر إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.